هل بدأ يظهر معاكي خصلات الشعر الأبيض وبتبحثي عن طريقة طبيعية تخفي المنطقة دي وتخليها غامقة بدون اللجوء للصبغات الكيميائية بشكل متكرر؟ اليوم هشارك معاكي وصفة منزلية شهيرة بيستخدمها الكتير عشان يحسن من مظهر الشيب ويدي لون داكن بشكل طبيعي. فلو أول مرة تنوريني وتشوفوا قناتي المتواضعة برحب بالجميع، اشتركوا عشان تبقوا جزء من عيلتي اللي كل يوم بتكبر عن اليوم اللي قبله. وفضلا يا حبايبي وليس أمرا، لايك للفيديو. ظهور الشعر الأبيض أمر طبيعي بيحدث مع التقدم في العمر أو بسبب عوامل وراثية وحتى عوامل أخرى. ورغم ان الوصفات الطبيعية مش بترجع لون الشعر الأصلي بشكل دائم، إلا أن بعض المكونات بتساعد على إعطاء الشعر درجة لون أغمق، وكمان بتحسن من مظهره بشكل مؤقت أو تدريجي مع الاستخدام المنتظم. عايزاكي تجيبي بولة وتحطي فيها 3 معالق كبيرة من الحنة الطبيعية، وضيفي عليها معلقة كبيرة من مسحوق القهوة ومعلقة صغيرة من الكاكاو الخام. انزلي على كل المكونات دي بمية دافية وابدأي اعجنيهم لحد ما تحصلي على قوام كريمي ناعم سهل الفرد. البسي جوانتي او قفازات في ايديكي وابدأي في توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الاطراف، وسيبيه من 2 إلى 3 ساعات، واغسلي الشعر كويس جدا بالمية. ليه بقول المكونات دي؟ لان القهوة بتساعد على تعزيز اللون الداكن وبتدي لمعة حلوة قوي للشعر، والكاكاو بتدي درجة اغمق ولمسة لونية طبيعية، والحنة بتستخدم منذ سنين وسنين لتلوين الشعر بشكل طبيعي وتغليف الشعر بطبقة بتعزز من مظهره. بس عايزاكي قبل ما تستخدمي اي وصفة على كامل شعرك جربيها الاول على خصلة صغيرة عشان تتأكدي من اللون اللي هيكون ناتج مناسب ليكي ولا لا. العناية الجيدة بالشعر والتغذية المتوازنة وتقليل التوتر هيساعد على الحفاظ على صحة الشعر ومظهره، لكن مفيش وصفة طبيعية مثبتة علميا بترجع الشعر الأبيض إلى لونه الأصلي بشكل دائم. لو كنتي بتفضلي الحلول الطبيعية وتحبي تجربة الوصفات المنزلية، الوصفة دي هتكون اختيار مناسب جدا ليكي، هتخلي الشعر حيوي ولونه أغمق. قولي في التعليقات جربتي الحنة أو القهوة للشعر قبل كده ولا لأ، وما تنسيش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد في عالم الجمال والعناية.